لما حد يتصل بيك علشان يطمن عليك أو حتى يطلب إن هو يقابلك وتقعدوا على كافيه على قهوة في أي حتة، ما تبقاش قعدتك كلها شكوى. انت دايما بتشتكي من الحياة والعيشة واللي عايشينها والفلوس والاقتصاد والمسؤولية. يا باشا مش كده، أنا كمان قاعد معاك وعندي مشكلة، بس أنا حابب أقابلك وأقعد معاك علشان نضحك ونهرج، علشان نقول كلمتين تخرجنا من اللي احنا فيه. مش أول ما أكلمك أهلا إزيك وتروح داخل في مشاكلك وهمومك واللي بيحصل يا باشا أنا مش طالع من البول في فيلتي بكلمك أنا زيك، بس أنا ماشي ورا مبدأ إن خليها على الله هتسلك، خليها على الله هتمشي. الحكاية مش شكوى، ده في ناس خلاص اتعودوا بقت عندهم قاعدة الشكوى رقوة، هو بيشتكي علشان محدش يفتكر ان هو عايش مترفه. وبالتالي بقى عندي انا كمان مشكلة كبيرة جدا، اما اشتكي زي ما انت ما بتشتكي علشان اريح بالي ودماغي من فكرتك ان انا مستريح وكويس، او اسكت خالص وانت برضو تفتكر ان انا مستريح وما عنديش مشاكل وما عنديش هموم. يا باشا عندي مشاكل وعندي هموم ويمكن اكتر منك، بس انا يعني ما بين مبدأ اني طبعا سايبها على الله علشان ربنا يكرم ويمشي ويسهل، وياما دقت على الراس طبول وعدت، سبناها على الله وعدت، ما حصلش حاجة يعني. والفكرة التانية ان انا مش عاوز اشيلك همومي، مش عاوز اخلي قعدتنا قعدة شكوى بس، انت بتشتكي وانا بشتكي ونشوف مين يعلي على التاني. كلنا عندنا مشاكل، انت عندك مشكلة انا مش معترض، انا معاك وانا عندي مشكلة، بس خلينا نبقى ماشيين بمبدأ ان كل 5 مكالمات تشتكي، كل 3 قعدات تشتكي، بس مش كل مكالمة وكل قعدة وكل كلام وكل مقابلة. ليه؟ خلينا نقابل بعض ونكلم بعض علشان نضحك ونهرج وننسي بعض المشاكل وننسي بعض الهموم. احكي وفضفض واتكلم، احنا اصحاب وحبايب، بس من غير ما تحسسني ان مكالمتك تقيلة وسئيلة وبايخة، وابقى كمان متوقعها. انا عارف ان انا هكلم وازيك عامل ايه الحمد لله، ويبتدي يدخل في شلال الهموم والاحزان. مفيش داعي نعمل كده في بعض، خلينا لطاف مع بعض وخلينا نخفف الحمل مش نزوده، نشتكي ونفضفض ونبقى طبعا احنا اخوات واصحاب وحبايب وكل حاجة، بس مرة كده ومرة كده. خليك لطيف ما تبقاش سئيل. هذه رسالة موجهة